هل فعلا قضية ميدان رابعة الآن هو قضية شريعة وقضية الإسلام وقضية التحاكم إلى الشريعة وقضية إيمان وكفر كما صورها بعض الدعاة وقضية جهاد ينبغي أن يجاهد الجيش وينبغي كذا وكذا وكذا وحي على الجهاد؟ هل فعلا القضية هذه هي قضية الشريعة؟ الجواب عن ذلك أنا أقول ليست هي قضية الشريعة. ولك أن تسألني لماذا ليست قضية الشريعة والناس يقولون الشريعة؟ نقول كل أحد يقول ما يشاء، لكن الواقع هو الذي يحكم، والأدلة الشرعية هي التي تنطق إذا كان هذا الأمر يتوافق مع الشرع أم لا يتوافق مع الشرع. أولا أنتم الآن تقولون القضية قضية شريعة وقضية إسلام، يعني أنتم الآن تريدون أن يعود إليكم الحكم مرة ثانية لتحكموا الشريعة. السؤال بقى الذي يطرح نفسه: أين تطبيق الشريعة يوم أن كان الحكم معكم؟ أبعد أن خرج الحكم من أيديكم تحاربون من أجل الشريعة، ويوم أن كانت معكم وكان معكم الحكم وكانت معكم مؤسسات الدولة وكان معكم مجلس الشعب وكان معكم مجلس الشورى وكان معكم كل هذا، أيوم أن كانت هذه الأشياء يوم أن كانت معكم لم تطالبوا بالشريعة ولم تنادوا بالشريعة ولم تحكموا الشريعة، ويوم أن صارت بعيدة عن أيديكم تقولون شريعة؟ إذن هذه تجارة وليست بمطالبة حقيقية بالشريعة. الشريعة أنا الحاكم، المؤسسات مؤسساتي. أين الشريعة؟ أين كانت؟ لماذا لم نطالب بالشريعة؟ لماذا لم نحكم الشريعة يوم أن كانت الدولة معنا؟ لماذا؟ أبعد أن صارت بعيدة عن أيدينا قلنا كذا وكذا وكذا وكذا؟ قلنا نحكم الشريعة وقلنا نريد الشريعة، وهذا معسكر إيمان وهذا معسكر كفر. الذي يقول معسكر إيمان وكفر، ما علامة الإيمان التي كانت موجودة عندك؟ وما هي علامة الكفر التي تحاربها أنت الآن؟ هي قوانين وضعية وهي ديمقراطية. معكم ديمقراطية ومع غيركم ديمقراطية. أنتم تحاربون من أجل ماذا؟ ديمقراطية بلحية وديمقراطية من غير لحية. هذا إذا كانت عندكم لحية. وهذا الأمر الثاني الذي نقوله أيضا: إذا كنتم تطالبون بالشريعة فأين أنتم من الشريعة؟ وأنتم تقفون في هذا الميدان، أين أنتم من الشريعة؟ أين اللحى؟ أين اللحى؟ أين الثياب القصيرة؟ أين النقاب؟ أين الحجاب الشرعي؟ لماذا الاختلاط بين الرجال والنساء في الخيام وفي كل مكان؟ لماذا يرى الناس على ما تعرضونه يرون النساء بالبنطال؟ هذا من الشريعة؟ بل يرون النساء كاشفات الشعور. المرأة التي أتت من الإعلام ما أدري إيه وكذا، وقد أتت كاشفة الشعر وكذا وتلبس البنطال والناس يصفقون لها ويطبلون لها. هذا من الشريعة؟ هل هذا من الشريعة؟ أو تقولون هذه قشور؟ مسألة اللحية، مسألة الثياب، مسألة الاختلاط، مسألة كذا، هذه من القشور. هذه قشور؟ ليس في ديننا قشور. نقول لكم: طب تعالوا إلى العقيدة، تعالوا إلى العقيدة. هذا الرجل الصوفي الذي كان ينادي مدد يا رسول الله على المنصة ويقول مدد يا رسول الله، أين أنتم من هذا؟ مدد يا رسول الله. أين إذن الشريعة بينكم الآن؟ أين الشريعة بينكم الآن؟ أين الشريعة؟ فأين الشريعة يوم حكمكم؟ وأين الشريعة بينكم الآن؟ أين الشريعة؟ أين الشريعة؟ أين الشريعة يوم أن أدخلتم الشيعة؟ أين الشريعة؟ منذ 30 سنة ومصر لم يطأها شيعي، لا سياحة ولا غير سياحة. ولما حكمتم سنة ما الذي حصل؟ جاءت الشيعة إلى مصرنا. فأين الشريعة؟ أين الشريعة يوم أن قال الرئيس إن ما في حد ردة وما في إلى آخره؟ أين الشريعة؟ ما في حد ردة إلا إذا كان حد الردة هذا إذا كان المرتد صار ظاهرة وصار إلى آخره. أين هذا؟ ألم نسمع من مشايخكم من يقول بأننا نتدرج وبأننا كذا وكذا ولا نطبق الشريعة مرة واحدة بل نتدرج وكذا؟ هذا استدراج وليس تدرجا. تدرج في إيه؟ تدرج في إيه؟ الشريعة ينبغي أن تحكم بها. طب علم الناس أنك مثلا لو كنت صادقا، ولا أوافقك أيضا حتى لو كنت صادقا، لكن علم الناس أننا سنتدرج في تطبيق الشريعة مثلا، يعني علم الناس. لكن الرئيس لما سئل في أحد البرامج مع مذيعة
هل أنتم تطبقون الشريعة وكذا؟ قال الشريعة أصلا مطبقة من دستور 23 اوريدي من 23، يعني الشريعة إذا موجودة هناك. والآخر يقول نحن نطبق الشريعة حتى نملأ بطون الناس أولا. من الذي قالك بأن الشريعة لا تطبق في الناس إلا إذا ملأت بطونهم أولا؟ ومتى ستملأ بطون الناس؟ بعد كم سنة؟ بعد كم سنة؟ هل دللتم الأمة على الشريعة؟ هل دللتم الأمة على الطاعة؟ هل دللتم الأمة على العبادة؟ هل دللتم الأمة على رجوع الكتاب والسنة؟ هل حذفتم شيئا وحيدا مما يجري في الأمة الآن؟ حرمتم غناء ولا حرمتم تمثيل ولا حرمتم رقص ولا حرمتم إيه؟ الشريعة التي تفصلونها أنتم تكلمتم بالشرعية طوال سنة، وأنتم تتكلمون بالشرعية وإرادة الشعب. طيب أدي إرادة الشعب، يلا جاءتكم إرادة الشعب، جاءتكم إرادة الشعب، وتقولون الشعب الآن خلاص. أما كنتم تقولون المشايخ الذين يقولون الآن بأننا نطالب بعودة الرئيس وكذا 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 إلى آخره، ليه؟ الشرعية الديمقراطية، ليس الشريعة، ليس الشريعة. البيان اللي منزله مجلس الشورى أو كذا، أين كتاب الله فيه؟ أين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه؟ عجزتم تتكلموا بالشريعة؟ هذه انتكاسة عظيمة جدا، هذه انتكاسة عظيمة جدا. ما تكلمتم بالشريعة حتى تطالبوا الآن وتقولون شريعة. أي شريعة؟ أما تعلمون أن الفتنة بمن يتزي بزي الدين أعظم من الفتنة بمن لم يتزي بزي الدين؟ يعني حينما أحكم أنا وأنا صاحب لحية وكذا وكذا ثم لا أحكم بالشريعة، الفتنة بي أعظم.